تخيل السندوتش اللي بناكله في مصر ب5 جنيه، السندوتش ده بيتباع في أوروبا وأمريكا ب200 جنيه. القصة بدأت من عربية فول في الفجر، ريحة البخار وصوت أطباق الاستانلس اللي بتتغسل في الجردل، والناس واقفين طابور بيستنوا سندوتش سخن. ودي الأكلة اللي كل مصري بيبدأ يومه بيها. النهاردة بقت منتج عالمي. في مصر بيتقال على الفول وجبة الغلابة، أرخص وجبة ممكن تشبعك. لكن بره الفول بيتباع في برطمان، وعلب أنيقة بتتباع في السوبر ماركت. علبة فول صغيرة ممكن توصل ل5 يورو أو 6 دولار. الغريب إن الأجانب بيشوفوا إن الفول أكلة سوبر فود، أكل صحي مليان بروتين ومناسب للناس النباتيين. في فيديوهات بقى منتشرة على يوتيوب وتيك توك لأجانب بيجربوا الفول لأول مرة وبيقولوا انطباعهم عنه، وردود أفعالهم كانت كلها انبهار. الفول اللي اتولد في شوارع مصر بقى بيتصدر للعالم، وده مش مجرد أكل، ده دليل على إن المنتجات المصرية البسيطة عندها القدرة إنها تنافس في الأسواق العالمية. وهنا السؤال، هل الفول هو الأسطورة المصرية الجديدة اللي هتغزو العالم؟ اكتب لي في التعليقات. ولو شايف إن في منتج تاني مصري ممكن ينافس، برضو اكتب لنا في التعليقات. وبس كده، سلام.